هدد محمد سالم ولد السالك مسؤول الشؤون الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بوليساريو بالعودة إلى الكفاح المسلح ضد المملكة المغربية، وذلك في رد فعل على تأكيد العاهل الملك محمد السادس أن الصحراء الغربية ستظل تحت سيادة المملكة. وأشار السالك الذي أفاد بهذه التصريحات من الجزائر إلى أن الجبهة ما زالت متمسكة بالحل السلمي للقضية الصحراوية التي تشكل خلافا بارزا بين الجزائر والرباط. لم تتأخر ردة فعل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليزاريو على تأكيد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الصحراء الغربية ستظل تحت سيادة المغرب. الجبهة هددت بالعودة إلى الكفاح المسلح في حال عدم تحرك المجتمع الدولي وانصياع المغرب للقرارات والشرعية الدولية، فإن الشعب الصحراوي لن يكون أمامه إلا خيار العودة إلى الكفاح المسلح. من جهته اعتبر المغرب أن الجزائر هي الطرف الرئيس في النزاع، فدون تحميل المسؤولية للجزائر الطرف الرئيسي في هذا النزاع لن يكون هناك حل، وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة لن يكون هناك استقرار. وزير الخارجية الجزائري أكد أن إنهاء الاستعمار بالصحراء الغربية يقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة، وأن المغرب العربي بحاجة ماسة لهذه التصفية. هذا وقد دفع النزاع المسلح الذي انتهى بوقف لإطلاق النار تحت رقابة الأمم المتحدة في العام 91 بعشرات آلاف الصحراويين إلى العيش في مخيمات بمنطقة تندوف قرب الحدود الجزائرية مع المغرب. نتوقف عند هذا الموضوع، ومعي الآن من الجزائر إسماعيل مغرف محلل سياسي. سيد إسماعيل، أهلا بك على فرانس 24. بداية، ما جدية تهديد جبهة البوليزاريو للمغرب وتهديدها وتلويحها بالعودة إلى الكفاح المسلح؟ ليس هناك جدية، وأعتقد أن التهديد الذي أطلقه عضو اللجنة السياسية لجبهة البوليزاريو لا يخرج عن نطاق الشو الإعلامي، وأيضا استعراض للعضلات، وأيضا إقناع للرأي العام داخل الشعب الصحراوي أتباع الجبهة البوليزاريو بأن الجبهة ما زالت قوية ومتماسكة، وهو يعكس صورة غير حقيقية، لأن الجبهة تعاني منذ مدة، وأن الوضع في نهاية الثمانينات والتسعينات عندما كانت الجبهة قادرة على أنها تحرك القضية عسكريا كانت قادرة، ولكن الآن الظروف تغيرت. أعتقد بأن المسألة بالنسبة لجبهة البوليزاريو يحاول فقط أن ترد الفعل عن ما قاله العاهل المغربي، لأن بالنهاية قضية الصحراء الغربية للأسف عكس ما تقال في الكثير من الظواهر هي محسومة عسكريا، ولكنها متفجرة فقط دبلوماسيا، ويبدو حتى أن الحسم الدبلوماسي هو يقترب لصالح المغرب أكثر من جهة أخرى، وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي صراحة لا يهمها إلا مصالحها تعرف برؤية استراتيجية ثاقبة بأن المغرب يسيطر بشكل أو بآخر، يدير الصراع بشكل للأسف ربما دوائر أخرى لا تفهم هذا الوضع وتدخل الشوفينية والعاطفة، وبالتالي بأنه هذا هل تتهم المغرب سيد إسماعيل؟ أنا لا أتهم صراحة المغرب ولا أتهم جهات أخرى، ولكن أقول فقط بأنه هذا النزاع، والنزاع كل الدول لديها الحق في أن تستعمل الطرق التي تريدها، ولكن أنا في رأيي بأنه حل النزاع هو لابد أن يكون هناك تقريب وجهات النظر بين الجزائر والمغرب، وأن كل السنوات التي مضت من النزاع والاختلافات إلى غد آن الأوان. كيف يمكن تقريب وجهات النظر سيد إسماعيل بين المغرب والجزائر لحل القضية الصحراوية؟ نعم، لابد أن تكون هناك أولا وساطة عربية أو غيرها تجمع الطرفين وتحاول أن تجد إطار حل يرضي الطرفين، لأن بالنهاية العالم الآن هو يعيش عولمة اقتصادية فظيعة، والتكتلات الاقتصادية هي أصبحت هي البعد لهذه العولمة، وأن البقاء صراحة في النزاع بين بلدين وتعطيل صراحة شعبين كبيرين في منطقة المغرب العربي هو خسارة ليس فقط إلى المنطقة، ولكن خسارة أيضا حتى إلى الجهد العربي والإنساني بشكل عام الذي يريد أن يعمر هذه المجموعة البشرية.